مرحبا، كيفكن؟ طمنوني عنكن، إن شاء الله يا رب تكونوا بألف خير. ورجعت لكم بفيديو جديد لليوم. قبل ما نبلش الفيديو تبعنا بتمنى من الكل يصلي على النبي، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه. ونبدأ بسم الله. زي ما انتم شايفين، واخيرا انا صورت ببيتي او عملت معاكم وصفتين رح انزلهم ان شاء الله. رح اعمل تشيز كيك بطريقة كتير سهلة وبسيطة. حابين تشوفوا الوصفة؟ تابعوني. مثل ما حكيت لكم باول فيديو رح اعمل معاكم تشيز كيك بطريقه ومكونات ولا ابسط من هيك. هلا انا هقول لكم على المقادير. هون انا مشان اكسب الوقت رح اعمل مربى اللي احطه من فوق. حطيت هاللون، هذا التوت الاحمر، وشويه فريز معه، وحطيت فنجانين سكر معه ليك، هو لحاله بفقس مي. وانا مطي الغاز على الخمسة حاطيته يعني لحتى يصير معي ويتعقد شوي، وبحطه على جنب ليبرد. تمام. هلا هون المقادير كتير سهلة وبسيطة. رح اعمله بخلاط الكوكتيل زي ما انتم شايفين. هذا هون عندي حطيت بسكوت، فيكن داش ستيف، وفيكن بسكوت ساده حسب ما موجود عندكم. وهون سخنت نص كوب زبده، رح احطهم مع البسكوت عشان ارصهم بقلب التشيز كيك. عندي كوب سكر، فيكن عادي وفيكن مطحون، وحليب بودره رح احطه بالخلاط كلياته عند اخلطه، ولبن. حليب بودرة شي كوب ونص، ولبن تقريبا شو كوب ونص. هو لبن وحليب، حليب بودرة. هاي راح احطهم بالخلاط عشان اخلطهم احطهم بالفرن. وظرف فانيلا ليك كيف خليط معي. هلا بسوي كمان البسكوت. في عندي هون 8 جبنة كيري وجبنة عادية راس. تمام. هلا رح ارصهم بقالب التشيز كيك، بدهن زبدة وحط هدول نخلطهم. هلا ليكوا البسكوت عندي انا هيك خلصت تقريبا. حطيت عليه شي 3/4 الكوب زبده. فيكم انتم حسب ما انتم حسب كميه البسكوت اللي حاطينها. عندي هون قالب تشيز كيك دهنته شويه زبده. عندي يايرتا قلب، يعني قلب حب، دهنته شويه زبده. تمام. وانا بسيل انا شوي منه، يعني انه بسيل لما بحطه بالفرن، فحطيت صينيه الفرن تحتيه عشان انه بس بده تحمير شوي بالفرن. تمام. وهاي الخليط ليكو، الخليط صار جاهز عندي، سويته بالخلاط تبع الكوكتيل. هلا شو راح اعمل؟ راح افرجيكم المربى كمان، قرب يصير عندي المربى هياته. هلا شوي بس يبرد، بس يصير شوي راح اخليه شوي صغيره، بعدين راح احطه بصحن مشان يبرد. لما يطلع التشيز كيك ويبرد معنا بنحطه على التشيز كيك ونحطه لتاني يوم. يفضل انه لتاني يوم احسن. حكيت لكم القاعده عندي. هلا شو بدنا نعمل؟ بدنا نرص البسكوت. ها بقول لكم كمية الجلي اللي صارت من وجلاكم. الوصفة بتاخد منكم شي 5 دقايق تنفيذها، بس تعالوا شوفوا الجلي اللي بده يطلع. عادي لو حسيت انه كباتيل شو اسمه مشان بس ما يلزق، لما اطوله ما يلزق معي. انا هلا حاطه شي بالفرن، حاولوا نرصه منيح. هلا هو حالتين رح يجمد معنا بالبراد. هلا خلينا بس اشيل هاي من الفرن. ليكوا كيف شكله صار معي. بدي ارصه اكتر واحط الخليط ودغري احطه بالفرن. هلا هيك انا رصيت وطلعت اللي بالفرن كان عندي. هاي طريقه الشيز كيك، جربوها عن جد رح تدعوا لي عليها. انا مجربه الكريمه، مجربه هاي اللي مره عملتها على قناتي، يمكن لتر حليب انه بنحط معها نشا بالبراد بتنحط. هاي بس انه بدها شويه 10 دقائق بالفرن مش اكتر. تمام. بس تحسوا انه هيك شوي جمد معكم الخليط دغري، يعني ما بده شيء. هلا دغري بنديره ودغري وين بنحطه بالفرن. بس بده 10 دقائق تقريبا. تمام. هلا رح احطه دغري بالفرن وبننتبه له. والمربى صار عندي تمام. هلا بدي اديره بالصحن. وطيب انه بتعملوا المربى انتوا على ايديكم وما بياكل وقت كتير منكم، ما بحتاج لا حمض الليمون ولا اشي ابدا.
بيطلع اطيب وفريش اكتر اطيب من القطرميزات الجاهزه. شايفين عندي بعد ما انا طلعتها من الفرن تحت ايدي طرقت. هلا بدنا نستنى شوي لتبرد، بعدين بنحط لها المربى، بنحطها لتاني يوم بالبراد لانه بدها تكون انه هيك اطيب تطلع. لكن شكلها شو طلع حلو جنن. هلا شوفوا هيك بعد ما برد عندي تشيز كيك تقريبا. هيك المربى كيف بيجمد معنا، حتى لا مو حاطيت له لا حمض الليمون ولا اي اشي ابدا. هلا بنحطه عليهن فوق وبنحطه بالبراد لتاني يوم. بفضل انه تعملوه قبل بيوم احسن، يطلع اطيب هيك. حطيت صحن تحتي لانه صار زبده شوي، قلتلكم هذا القالب بينزل شوي بس حطيته لانه هيك منظره بيطلع حلو. هلا خلينا نحطه. هلا هيك شايفين انا حطيته، راح اغطيه واحطه بالبراد لتاني يوم اقدمه معكم باذن الله تعالى. تمام. وبهيك انا خلصت وصفتي لليوم، ان شاء الله يا رب وصفتي نالت اعجابكم. تركتها لتاني يوم ليكو منظرها بشهي. راح اشيل قطعة منها وادوقكم اياها، ادوق معاكم. بحاول قدر المستطاع اني ما يخرب منظرها. دقيقة راح احطها وارجع لكم. شايفين بعد ما حطيت القطعة ليكو شكلها من هون، بس لانه انا من هون إلى قاعدة شوي عم بتغلب فيها، جبت اللي بنشيل فيها الورد. رح ادوق معكم. ليكو كتير طيبة، طريقة سهلة وما بتاكل من كوقات. بس القالب والله غلبني شوي صغيرة. فيكم تحطوا قالب تشيز كيك اسهل. هو هذا قالب تشيز كيك، قالب مثل قالب كيك، بس انا قلت خليني اعمل فيه بيطلع شكله حلو. رح ارجع لكم بالوصفات باذن الله، ورح اعمل معاكم وصفات كتير. بس دعموني على قناتي ودعموني في جروب عملته انا، فتحته جديد على الفيس. بدي ابيع فيه حلويات، بتمنى دعمكم. يعني بعده جديد، وضيفوا قد ما كان قدر المستطاع انه ناس كتير فيه. لا تنسوا تشتركوا بقناتي، وان شاء الله تضلوا بألف خير يا رب.